يا مساء الفل. متهيألي الفويس ده أو الفيديو ده في ناس كتيرة تكون مستنياه معايا، لأن أنا عملته السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. وبشارككم فيه معايا قبل ما يبتدي شهر 12 من كل سنة، بحيث إن احنا يكون عندنا شوية حاجات كده، يعني لستة حابين إن احنا نحققها في 2023 عشان نبقى شخص أفضل. كل حاجة بنعملها عشان احنا ملناش دعوة بالناس، احنا كبني آدمين. أنا كهبة محتاج ان انا اكون حد افضل، نسخة افضل مني. انت كفلان، انتي كفلانة محتاجين نبقى احسن من لما كنا امبارح. فانا عندي كمية نقط كده، حوالي 20 نقطة او 20 حاجة. حابة ان احنا نعملهم السنة الجاية، وبعد كده او نخش بيهم السنة الجديدة ونحاول ننفذهم. وبعد كده في اخر الفيديو هحاول اشير معاكم شوية حاجات من الحاجات اللي انا نفسي اعملها ان شاء الله السنة الجاية. ودي ممكن ناس تاخد منها حاجات تناسبها، ممكن ناس ما تناسبهاش وتعمل حاجات تانية خالص، بس انا بديكوا امثلة. يعني الفكرة ان انا بديكوا مثال ممكن انتوا تعملوا زيه. انا مش هطول عليكم، هخش على طول في النقط اللي هي حابة ان احنا نعملها السنة الجديدة، يعني حاجات نغيرها في نفسنا وفي حياتنا في السنة الجديدة ان شاء الله. اول حاجة يا جماعة، ازاي ابقى مثقف اكتر. النقطة دي مهمة قوي. حلو ان احنا ننمي نفسنا وننمي عقلنا كل شوية، نقرا حاجات مفيدة، نقرا حاجات تفيدنا في نفسيتنا، في ثقافتنا العامة، في ثقافتنا الشخصية، ان احنا حاجة تبع دراستنا او مش تبع دراستنا. فدي حاجة مهمة قوي. حط لنفسك عدد معين من الكتب، اسامي كتب معينة، ان انت ان شاء الله ان شاء الله هتنجزها وتقراها في 2023. تاني حاجة، مهم ان انا الاقي وقت لنفسي اقعد فيه مع نفسي. احنا كلنا ساعات كتير بنتجنب ان احنا نقعد مع نفسنا، بالرغم ان دي بتبقى اهم حاجة ممكن نعملها علشان نفهم نفسنا اكتر. لازم تلاقي وقت تقعد فيه مع نفسك، تفكر صح، تشوف انت بتعمل ايه في حياتك، انت بتفكر صح ولا غلط، وحابب تغير ايه، وحابب تنمي ايه. تالت حاجة، ان احنا نحط الاهداف، نحط اهدافنا الكبيرة اللي احنا عايزين نحققها بشكل عام في السنة، ونحط الأهداف الصغيرة اللي هي في شهرية بقى، whatever، نص سنوية، أسبوعية، زي ما انت حابب. بس تحب تحط لنفسك الحاجة الكبيرة اللي انت عايز تحققها، ان شاء الله يكون هدف واحد على فكرة. كل واحد طبعا بتختلف أهدافه عن التاني، ومش شرط الهدف اللي هو بقى حاجة كبيرة قوي خالص. الهدف ممكن يكون حاجة صغيرة قوي واحنا بنشتغل عليها في السنة. النقطة اللي بعد كده ان انا اكون انسان منتج. يعني ايه ان انا اكون انسان منتج؟ يعني اقدر احقق حاجات في يومي، ان انا اعمل حاجة اسمها تو دو ليست، فيها ميشنز ليا صغيرة، فيها مهمات صغيرة ليا واقدر اخلصها في اليوم. دي حاجة مهمة قوي وبتكون مشجعة. يعني أنا لما اكتب ان انا عايزة اعمل كذا وكذا وكذا في اليوم واحققها، الموضوع بيبقى لطيف جدا وبيحسسني بالانجاز. اكيد لازم يكون في النص فيه ريست. الراحة يا جماعة مش تضييع للوقت أبدا أبدا. الراحة مهمة، بل بالعكس، احنا ساعات بنحتاج ان احنا نعمل أيام بحالها راحة وهدوء من غير أي ميشنز، من غير أي شغل. النقطة التانية، ان احنا عايزين السنة الجديدة نكون إنسان طيب. يعني ايه إنسان طيب؟ ممكن تختلف تعرفها من حد لحد، لكن من وجهة نظري ان انا اكون حد بجبر بخاطر الناس، ان انا اكون حد بساعد الناس، اكون بحب الناس بالشكل ده، اشجعهم، ادفعهم لقدام، اديهم شوية طاقات ايجابية. انا بحس ان دي حاجة مهمة جدا في الحياة. احنا كلنا محتاجين ان احنا نتزق، فانا لما ازق الناس واديهم طاقات ايجابية واشجعهم واكبر بخاطرهم، هلاقي الحد اللي يعمل معايا كده، وبتبقى حاجة لطيفة جدا. فدي حاجة احنا عايزين نعملها في 2023. النقطة التانية، ان احنا نعبر عن مشاعرنا اكتر. يعني متضايقين نقول ان احنا متضايقين، مبسوطين نقول ان احنا مبسوطين، ونعرف الناس اللي قدامنا بكده. يعني انا خرجت خروجة حلوة مع صاحبتي، حلو قوي ان انا اقول لها على فكرة انا انبسطت النهاردة من الخروجة، كلمت مكالمة حلوة وفضفضت فيها معاها،
مهم ان انا اقول لها على فكرة ميرسي، شكرا ان انتي سمعتيني وانا مبسوطة جدا من كده. التعبير عن المشاعر ده للناس حلو قوي، مفيد ليك وليهم. ان احنا بقى يا جماعة النقطة اللي بعد كده، نتعايش مع الماضي. خلاص الماضي صفحة حصلت واتقفلت، ونفكر نفسنا دايما انه كويس ان الحاجة دي حصلت واتعلمت منها، والحمد لله ان هي خلصت. فانا مش لازم اقعد دلوقتي أأنب نفسي او الوم نفسي ان انا اتحطيت فيها، او ان انا اقعد اعيط على حاجة فقدتها او ما كملتش. خلينا نعيش الحاضر، نعيش الحاضر شوية، ونعيش الأحداث زي ما هي. مش لازم إن احنا نقعد نفكر في اللي حصل واللي مش عارفة كان المفروض يحصل. لأ، خليك here and now زي ما بيقولوا. أعيش اللحظة، أعيش اللحظة بكل ما فيها. كمان مهم إن احنا ما نستناش حاجة عشان ننبسط، أو ما نقولش أنا هنبسط لما كذا يحصل، أو أنا لو ده ما حصلش أنا مش هنبسط. لأ، أنا أنبسط بحالتي دلوقتي، وانبسط بالحاجات اللي موجودة دلوقتي. هنبسط أكتر لما الحاجة دي تيجي أو تتحقق أكيد، لكن لو هي مش موجودة دلوقتي ما مرهنش سعادتي زي ما بيقولوا بحاجة لسه مش موجودة ولسه في علم الغيب. وده هيخلينا أسعد، على فكرة هيخلينا أهدى وأسعد، وهنعيش الحياة بشكل أفضل. النقطة التانية، نحاول نتحرك. يعني في ناس كتيرة ممكن تكون ما بتخرجش كتير، ما بتتحركش، ما بتمشيش. أقل حاجة نعملها إن احنا نمشي في الأسبوع مرتين تلاتة. انزل اتمشى حوالين البيت، انزل اشتري طلبات بيتك، ما تطلبهاش بالتليفون. اتحرك، الحركة مهمة جدا جدا للجسم، فاحنا عايزين نبقى كده، عايزين نبقى ناس بنتحرك وعندنا حيوية ونشاط. نقطة تانية يا جماعة، والنقطة دي أنا مش بحب يعني أتكلم فيها كتير عشان محدش يقول إن أنا يعني بقول بقى أنا بعمل وما بعملش، لكن أنا هتكلم بشكل عام. فكرة إن احنا نقرب من ربنا أكتر. القرب من ربنا بيغير حاجات كتير جدا جدا في نفسيتنا وفي حياتنا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا. فأحب إن احنا مثلا نعمل لنفسنا حاجة آه نداوم عليها. ممكن تكون حاجة صغيرة بس نداوم عليها تقربنا أكتر من ربنا. ندعي كتير، يبقى عندنا أذكار معينة نقولها كل يوم. نقرأ شوية قرآن، ممكن إن شاء الله صفحة. يعني أنا مش هقول أكتر من كده. سوري عشان ده القطة بتنونو. المداومة على الحاجات الصغيرة بتعمل حاجات كبيرة. يعني ما تستقلش اللي بتعمله دلوقتي، لكن مع الوقت لما تداوم عليه الموضوع هيبقى كبير. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وبتغير النفسية يعني 180 درجة بصراحة. ندعي كتير جدا، ندعي كتير كتير جدا جدا. الحاجة الأخيرة بقى إن احنا حابين نحافظ على صحتنا. السنة الجديدة دي نخليها سنة محافظة على صحتنا، ناكل أكل صحي شوية. نحاول إن احنا ما نعكش كتير، ما ناكلش فاست فود كتير، الكلام ده كله. خليني بقى أشارككم في شوية حاجات من النقط اللي أنا كاتباها. أنا طبعا بكتب الحاجات دي من أول شهر 11 أو من نص 11، وبستمر بقى بقعد أضيف عليها لغاية ما يخلص شهر 12. بحب أكون داخلة السنة الجديدة راس السنة كده وأنا معايا الأجندة بتاعتي، ومكتوب فيها أهدافي والنية بتاعتي اللي أنا بحطها في السنة الجديدة. ودي حاجة برضو عايزة أشيرها معاكم. خلينا يا جماعة السنة دي نعمل حاجة جديدة، نحط نية للسنة. أنا سمعت الكلام ده كان في فيديو لواحدة اسمها هند محمد، وهي بصراحة شجعتني على الموضوع ده، وعملتها بقالي سنتين بعملها، وموضوع لطيف جدا. يعني ايه احط نية؟ يعني مثلا انا عايز اوصل لبوزيشن معين في شغلي، فهقول هكتب، مش هقول بس ببقي، هكتب ان انا نيتي السنة دي ان انا انجح في شغلي واوصل للبوزيشن الفلاني. ودي هتكون نية السنة. لما اكتب كده بحط النية وبرسلها للكون زي ما الناس بتقول، او بدعي ربنا انها تحصل، وعندي يقين انها ان شاء الله هتحصل. الموضوع ده بيفرق كتير جدا في اسلوبنا وفي حياتنا في الفترة اللي جاية. مش بقف عند كده، لا، بحط النية الكبيرة وببتدي احط تحتها ازاي ممكن تتحقق. يعني انا حطيت نية كبيرة، هسيبها بقى وما اشتغلش؟ امال فين السعي؟ لا،
ممكن عشان اوصل للبوزيشن ده هحتاج ايه وايه وايه وايه، 1 2 3 4، ونبتدي نكتبهم، ونبتدي نكتب تفصيل لكل نقطة. تمام. الموضوع ده لطيف جدا وحاولوا تعملوه، يعني ممكن ما ينجحش معاكم من اول مرة، ممكن ما تلاقوش حاجة معينة تكتبوها، لكن لما تعملوه هتلاقوا الفرق فعلا فعلا كبير قوي. نحط بقى اي نية. انا السنة دي نويت ان انا اكون شخص متفائل، انا نويت ان انا الاقي السعادة، انا نويت ان انا الاقي الحب، انا نويت ان انا اكون انسان ناجح، وهكذا. انتوا بتنوا اللي انتوا عايزينه. فدي اول حاجة حلوة انا بعملها من سنتين، وان شاء الله هعملها السنة دي، بس مش هقول لكم النية بتاعتي. لكن ممكن اشارككم في مثلا نقطتين 3 من الحاجات اللي انا ان شاء الله عايزة اعملها السنة الجاية. حاجة زي التخلي. التخلي طبعا كلمة كبيرة قوي، لكن انا بالنسبة لي انا كهبة حاسة ان انا كنت ساعات بتعلق بحاجات، بتعلق باشخاص، بتعلق بافكار معينة، فده بيسبب لي ساعات ضيق لما الحاجة ما تحصلش زي ما انا عايزة. فانا عايزة ان شاء الله السنة الجاية هدف من اهدافي ان انا احققه ان انا يبقى عندي تخلي عن التعلق بالاشياء. ودي هدف عندي ان شاء الله في الاهداف في السنة الجديدة. فدي حاجة لطيفة، تغيير ان شاء الله عايزة اعمله، يا رب انجح. يعني دعواتكم. حاجات كده، يعني انا ممكن احط كمان هدف ان انا عايزة استمر في اليوتيوب فيديوز بتاعتي، ان انا اكبر الشانل بتاعتي، ان انا اكبر شغلي اكتر، اظبط وقتي اكتر كمان من ما هو انا عاملاه دلوقتي. ده برضو هدف. حاجات كتير قوي ممكن نحطها. مش شرط الحاجات الشخصية بتاعتي، كل واحد طبعا بيحط على حسب طبيعة حياته وطبيعة دماغه وكده. لكن انا مثلا ممكن اقول لكم ايه تاني، نقطة تانية، ان انا مثلا مش حابة ان انا افتكر الناس الوحشة في حياتي. ده هدف من اهدافي السنة الجديدة ان شاء الله. طبيعي ان احنا اوقات بتحصل لنا مواقف بتفكرنا بناس وحشة، احداث وحشة حصلت لنا. انا ان شاء الله حطيت هدف ان انا هحاول اقاوم الحكاية دي، فاول ما الاقيها هتحصل ابتدي اقاومها، بحيث ان انا اوصل ان انا ما افتكرهمش خالص وما افكرش فيهم، وهكذا. بصوا يا جماعة، الموضوع كبير قوي، واحنا كل واحد مختلف عن التاني، كل واحد مختلف عن اللي هو طبيعته اللي هي دلوقتي وطبيعته اللي هو عايز يوصل لها. فبالتالي انا عارفة ان مش الحاجات اللي انا بقولها هي اللي انتوا هتنفذوها او اللي انتوا هتكتبوها، لان احنا مختلفين عن بعض. انا بس حبيت اشير معاكم اوريكم ازاي ممكن نكتب هدف. ما تفتكروش الحاجات اللي هي المعنوية دي مطاطة وممكن ما تتحققش خالص. انا بقى عايزة احط يعني هايلايت كده على احنا ليه بنكتب. دي بقى حاجة مهمة جدا. الكتابة يا جماعة بتدي ذبذبات معينة لعقلي الباطن بأهمية الحاجة اللي أنا بعملها، أو أهمية الحاجة اللي أنا عايزة أعملها، فبالتالي بتخليه يحس إن دي حاجة مهمة، فبيبقى فيه إصرار أكتر منه إن هو فعلا يفتكرها وإن هو يعملها معاك بعد كده. فالكتابة مهمة جدا. عشان كده لازم نكتب ولازم نحاول نتعود على موضوع الكتابة، فهتفرق معاكم كتير. وياريت كلنا نشير القصة دي ونحاول نعمل كده، ونقعد من أول ديسمبر أو whatever دلوقتي بكرة اللي انتوا عايزينه لغاية قبل نهاية السنة، ناخد ورقة ونكتب كده لستة كده بأهدافنا والحاجات اللي احنا عايزين نحققها والحاجات اللي عايزين نغيرها في نفسنا والحاجات اللي عايزين نزودها، حاجات حلوة عايزين نزودها في شخصيتنا. والهدف في الآخر يا جماعة إن احنا نعيش حياة أحلى وأحلى وأجمل وأسعد. ما هنعمل إيه؟ هو ده الهدف في الحياة، إن احنا نعيش حياة حلوة مريحة، فيها راحة بال، فيها سلام نفسي، فيها قرب من ربنا، فيها قرب من نفسنا. وده هيتحقق إزاي؟ هيتحقق بإن احنا نحاول طول الوقت، لازم نحاول ونجرب، نحاول ونجرب. غلطنا وفشلنا نقف تاني ونعيد ونحاول ونجرب. اوعى تيأس، اوعى تيأس انك مش هتقدر تحقق الحاجة دي، وفي ايدينا ان شاء الله ان احنا نحقق كل حاجة. ويا رب كلنا دايما في سعادة وهنا، وتكون سنة حلوة جديدة وسعيدة علينا ونحقق فيها كل اللي احنا نتمناه يا رب. واتمنى لكم كل حاجة حلوة. باي باي.